حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه طاجن ام علي جبار حلو قوي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، بس ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وسيبوا لنا تعليقات حلوه. ما ننساش اللايك يا جماعه عشان دايما بتنسوه. يلا تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه، انا كان عندي اللي هو الميلفي الجاهز ده، فحبيت ان انا اعمل بيه ام علي. فتحته اهوت وبدات اطلعه واكسره في الطاجن بتاعي. طبعا انا ممكن اعمله بالملفي، ممكن اعمله بالجلاش، ممكن كمان اعمله بالفطير اللي هو بتاع الافران المخابز ده، اللي هو زي الفطير المشلتت ده. بس طبعا الجلاش او الفطير لازم احمصهم في الفرن شويه قبل ما استخدمه. تمام. والعلم كل الاتنين بفضلهم كمان عن الملفي. استخدمت اتنين من الملفي دول، بدأت اكسره بالشكل اللي احنا شايفينه. قولوا لي افكار كده في التعليقات نعمل بيها، عشان لسه عندي كمان. فقولوا لي افكار ممكن نعمل بيه ايه تاني عشان اعمله بيها. بعد ما اكسره كويس بقى كله، طبعا يعني بحاول اكسره تكسيره ان انا اعرف ناكله بسهوله، يعني متبقاش قطعه كبيره قوي واحنا بناكله. هجيب بقى معايا لتر لبن، والتحليه بتاعته طبعا بتبقى على حسب ما احنا حابين يا جماعه. بنضيف بقى كميه السكر على لتر اللبن اللي احنا عايزينها. في ناس تحبه مسكر قوي، في ناس تحبه نص نص، على حسب. حطيت 5 معالق من المعلقه دي. المعلقه دي اكبر من معلقه الاكل، يعني بتاع معلقه ونص ولا حاجه. وابتدي بقى اضيفه على الملفي بكل سهوله، مفيش اي حاجه. بس قبل ما اضيفه كان عندي بقى زبيب، جوز الهند، عندك مكسرات اللي انتي حباها هتحطيه عليها، سوداني، اي حاجه. انا ضفت جزء وسبت الجزء تاني هحطه على الوش، وهوريهولكوا ازاي. تحليه حلوه سهله بسيطه لسهرات الصيف. الولاد طبعا طول ما هم قاعدين في البيت عايزين تديهم كل شويه حاجه حلوه، بالذات بالليل بقى هم قاعدين في البيت، او تعملوا لهم تسالي. نزلت بقى باللبن عليه كله. دايما دعبسي عندك في التلاجة كده، شوفي ايه اللي ينفع يتعمل، يطلع منه حلويات، يطلع منه حاجات حادقة. انا بعمل كده الصراحة. خلاص غطيته باللبن اهو. وكنت مجهزة معايا بقى قشطة، بحاول اغطسه كويس عشان يشرب من اللبن. دي كانت قشطة بقى اللي هي وش اللبن. وابتدي بقى احط على وش الطاجن بتاعي. بغطيه طبعا كويس. بالنسبة بقى لو انا استخدمت الجلاش بقطعه برضو قطع صغيرة كده، وبحط عليه سمنة بلدي وبدخله تحت الشواية في الفرن لحد لما يتحمص ويحمر، وبقلبه من وقت للتاني وخلي بالي منه كويس قوي. دي لو بالنسبة للجلاش. عندك بواقي فطير برضو بتاع المخابز ينفع، هعمل نفس الفكرة وهدخله برضو الفرن لحد لما يتحمص، واقطعه قطع صغيرة كده وادهنه. هو في الطبيعي بيبقى عليه دهون يعني، بس ممكن ارش عليه رشة سمنة بلدي كمان عشان يبقى طعمه حلو، وبرضو احمصه في الفرن. يا اما بقى استخدم الملفي بالشكل ده. دي كان شكلها بعد ما حطيت القشطة على الوش. ادخلها بقى الفرن وخلاص، تحت الشواية. يعني انا مش بستنى لحد لما تنشف، بسيب فيها اللبن زي ما هو. هي حلاوتها ان اللبن يبقى فيها زي ما هو. شايفين بعد ما خرجت انا بوريكم ان هي فيها اللبن زي ما هو، يا دوبك بس لونها احمر من فوق. تمام. شكلها حلو قوي. كنت انا بقى سايبه شويه جوز الهند وزبيب، واضفت لهم كمان شويه مكسرات. كان عندي شويه لوز حطيتهم عليه. برضو لو عندك بندق تبقى حلوه قوي، او سوداني طبعا. ولو مفيش خالص مفيش مشكله. خلاص. بس ابتدي بقى اغرف ام علي بتاعتي، ريحتها حلوه. اللي حابب برضو ممكن يضيف رشة قرفة صغيرة، برضو مفيش مشكلة.
ممكن برضو كنا نحط على اللبن شوية بتاع فانيليا صغيرين. هبتدي اغرف بقى، شايفين بقى كلها سوائل وتحفة قوي قوي قوي. يارا جربوها، يا اما بالملفيه يا اما بالجلاش زي ما قلنا، يا اما بالفطير. شوفي انت تحبي تعمليها بايه واعمليها. وممكن كمان نعملها على فكرة بالرقاق، الرقاق اللي هو بنحشيه لحمة ده، الرقاق الناشف ده ممكن برضو تنفع بيه. اي حاجة منهم تنفع، بس انا بصراحة بفضل الرقاق، بفضل الجلاش، سوري. يلا جربوها، متنساش اللايك ودعمونا يا جماعة، واعملوا لنا متابعة. سلام.